هنشرح مع بعض الدرس الرابع عشان ما ندخلش اللاين الصبح. بعض المنظمات الاقليميه في قارتين اسيا واوروبا. هو مديلي 3 منظمات اقليميه في قارتين اسيا واوروبا، بس قبل ما يشرحهم قال لي سؤال مهم قوي في المقدمه. بيقول لك ان التجارب العالميه اثبتت ان مواجهه التحديات العالميه وعشان احقق الطموح القوميه لازم تكون انت مشترك بين الدول، في تعاون مشترك، ولازم تعمل منظمات اقليميه واتحادات دوليه. منظمات اقليميه دي اللي هي تكون منظمات بيربط بينها رابط مشترك، تكون كلها في منطقه واحده، يكون في اقتصاد بينها واحد، يكون نظام الحكم واحد. الاتحادات الدوليه دي ما بيكونش في رابط مشترك ما بينهم، اي دول تشترك مع بعض، تلاقي واحده من اسيا، واحده من افريقيا، واحده من اوروبا. فبيقول لك عشان نعمل ونواجه التحديات العالميه ونحقق الطموحات القوميه بتاعتنا، اللي احنا كنا عايزين نبقى دوله غنيه، عايزين يبقى معانا فلوس، عايزين مستوى المعيشه بتاعنا يرتفع، عايزين حاجه يبقى سعرها رخيص، لازم يكون في تعاون مشترك بين الدول. فعشان كده عملنا حاجه اسمها المنظمات الدوليه والاقليميه. طب هي مهمه في ايه؟ قال لك اول اهميه ليها انها بتعزز المصالح المشتركه. احنا كدوله اقليميه مع الدول العربيه كلنا لينا نفس المصلحه، فاحنا بنقوي ونعزز نفسنا عشان نحقق المصالح المشتركه اللي ما بيننا دي. 2، بتحقق التنميه والسلام، بتساعدنا ان احنا نعمل تنميه وكمان يبقى في سلام، ما يبقاش في حرب ما بيننا. الحاجات اللي احنا عايزينها من بعض عشان نكمل بعض بيها دي هناخدها بالسلام لا بالحرب. انا عايز بترول من السعوديه، لو احنا منظمه واحده تدهوني مع بعض بسلام ويحصل تنميه وسلام ما بيننا احنا الاثنين. لكن لو مش ما فيش منظمه بيننا، ففي احتمال ان احنا في اي وقت نحارب بعض وناخده بالعافيه، او هم ياخدوا الحاجه اللي عايزينها مننا بالعافيه. اعمل رؤيه افضل لمستقبل الاجيال القادمه، الناس اللي جايه بعد كده، او الشباب اللي طالع بعد كده اللي هو انتم ان شاء الله لما تطلعوا يبقى في رؤيه افضل لمستقبلكم، ما تروحوش تلاقوا الدنيا فيها خراب وحروب وما تحققش اي حاجه. اداني اول مثال عندي مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مجلس التعاون لدول الخليج العربي اللي هو موجود هنا اهو، ركز كده، ده منطقه الخليج اهي، موجود فيه 6 دول، ركز في مكانهم. السعوديه اكتر واحده بتبل فيه، السعوديه. هنزل تحت اليمن، انا مش عايزها في حاجه، مش مهم تحفظها، يبقى انا السعوديه. انزل اسيب واحده اخد اللي جنبها تبقى عمان، يبقى السعوديه هنا وهنا مين؟ عمان. طلعت من جنب عمان لقيت نفسي الامارات عامله زي المثلث اهي، يبقى السعوديه، عمان، امارات. اطلع من الامارات جنبها هنا جوه الخليج، ميه الخليج بلاقي زي دايرتين كبار، دايره كبيره ودايره صغيره. الكبيره قطر، الصغيره البحرين. الكبيره قطر والصغيره البحرين. بعد كده بطلع بقى هنا الاقي ميه الخليج، طلعت بره اول حاجه تقابلني الكويت. يبقى انا عندي 6 دول مشتركين في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ايه هم ال6 دول على الخريطه عشان ابقى عارفهم؟ السعوديه، عمان، امارات، دايرتين كبار، دايره كبيره ودايره صغيره، قطر الكبيره، الصغيره البحرين، بعد كده بلاقي الكويت. يبقى السعوديه، عمان، امارات، قطر، البحرين، الكويت، دول ال6 دول اللي بنسميهم مجلس التعاون لدول الخليج العربي. المجلس ده تعاون اقليمي لان هم كلهم في منطقه واحده اهي، تم انشاؤه سنه 81، مش عايز احفظ السنه، اهم حاجه المقر بتاعه فين؟ الرياض في السعوديه، يبقى المقر بتاعه مدينه الرياض جوه السعوديه. اعضاء المجلس اتفقنا اللي هم 6: السعوديه، عمان، قطر، البحرين، الامارات، الكويت. ايه الهدف من المجلس ده؟ المجلس ده معمول ليه؟ ما هو اي مجلس بيتعمل ليه اهداف معينه، التعاون ده هدفه ايه؟ قال لك اول حاجه تتعمل خالص نعمل تكامل بين اعضائه في جميع الميادين. 6 دول دول يبقى في تكامل ما بينهم في كل حاجه لغايه اما يوصلوا للوحده اللي هي عمرها ما هتتحقق دي. 2، نعمق الروابط بين شعوب دول الاعضاء، الشعوب بتوع المنطقه ديت او منطقه الخليج العربي يبقى في روابط ما بينهم اكتر، وبالتالي يتقدموا مع بعض ويساعدنا ان احنا نحقق الوحده برضه. ندفع عجله التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصاديه، شويه دش كده عايزين حفظ زي الفل كده، اللي احنا يبقى فيه ندفع عجله التقدم العلمي اللي عندي موجود فيه. 3، اعمل انظمه متماثله في المجالات الاقتصاديه والماليه والتجاريه. يعني ايه انظمه متماثله؟ يعني الاقتصاد في كل دوله من ال6 دول يبقى شبه بعض، الماليه تبقى شبه بعض، التجاريه تبقى شبه بعض، التعليميه، الصحيه. اخر حاجه اعمل مراكز بحوث علميه واعمل مشاريع مشتركه ما بينهم، زي مشروع مثلا السعودي الاماراتي، السعودي واماراتي وقطر، بحرين وقطر والسعوديه عاملين مشروع مع بعض. دي كلها اسمها مشاريع مشتركه اللي هم بين ال6 دول. فاكرهم ال6 دول هم مين؟ السعوديه، عمان، الامارات، قطر، البحرين، الكويت. يا رب تخليك فاكر. مجلس التعاون بقى ده هدفه، طب هو عمل ايه في تحقيق الامن والسلام والتنميه؟ قال لك تحقيق الامن والسلام والتنميه ان مجلس التعاون ليه دور محوري في حفظ الامن واستقرار في منطقه الخليج العربي. حلو الكلام، بس الفعل فين؟ انا بقول لك ان مجلس التعاون ده حافظ على الامن والسلام في الخليج العربي.
ازاي يا مستر؟ حافظ عليها ازاي؟ قال لك اهو اللي هو بيكافح الارهاب والجريمه المنظمه، اللي هو يعمل تبادل للمعلومات بين الدول الاعضاء. يبقى انا اقول لك هل مجلس التعاون حفظ الامن في المنطقه العربيه؟ تقول لي يا مستر لا ما حفظش الامن. اقول لك لا حفظ، وانا عندي دليل. ايه دليلك اللي هو حفظ الامن؟ اللي هو بيكافح الارهاب والجريمه المنظمه. طب بيكافحهم ازاي؟ اللي هو يبادل المعلومات بين الدول الاعضاء ويبدا ينسق الجهود الامنيه ويطبق مبادئ حقوق الايه؟ الانسان. طب يا مستر اصلا هو احنا عاملينه عشان الاقتصادي، فقال لك ما هو في تنميه اقتصاديه واجتماعيه اهي، ما تستعجلش. قال لك ان المجلس ده بيحقق التنميه الاقتصاديه للدول الاعضاء، فتلاقيه مثلا عمل السوق الخليجيه المشتركه. يبقى المجلس ده ساعد ان احنا نعمل سوق خليجي مشترك. طبعا هو ما بينتجوش اي حاجه، فالسوق ده ملوش اي لازمه يعني. وبنستثمر في القطاعات الجديده كالزراعه والسياحه. دي حاجه مهمه بقى خدناها في السياحه، اللي السياحه بتتقدم لو احنا عملنا تاشيرات مشتركه. فانا ممكن اعمل تاشيره مشتركه هنا في السياحه. ده كمان في الزراعه، انت عارف دول الخليج معظمها صحراء، فالزراعه هناك مهمه جدا، هتوفر ليهم مواد غذائيه. كمان دول المجلس دي بتطور المواني والمطارات وشبكات الطرق وتسهل التجاره. بيقول لي المجلس ده كمان بيحسن جودة الحياة لجميع مواطني دول المجلس. يهمني المواطنين اللي في دول المجلس دول الحياة عندهم تبقى أحسن. ومكن المرأة، زي ما اتفقنا المرأة دورها في المطبخ تخليها مهتمية بيه، والشباب والقضاء على كافة أشكال العنف ضد الإيه؟ الأطفال. يعني بيقول لك في الآخر بقى أنا عايز أحسن جودة الحياة للمواطنين. طب هتحسنها إزاي؟ قال لك إن أنا أمكن الشباب والمرأة. طبعا إحنا مش معترفين بالمرأة، لو قعدت في المطبخ الدنيا تبقى أحسن. وأقضي على كافة أشكال العنف ضد الإيه؟ الأطفال. بيقول لي المجلس بيسعى للتحويل نحو الاقتصاد الاخضر، ودي حاجه غريبه بصراحه. هو المجلس اصلا دول الخليج قايمه على بيع البترول، فلو حولنا على الاقتصاد الاخضر يبقى هم ما لهمش لازمه اصلا. فده يقول لك ان الكلام ده شويه دش كده عايزين نحفظهم وخلاص. ازاي بقى عايز اقتصاد اخضر؟ قال لك عايزين نقلل الاعتماد على وقود الحفر اللي هم بيكسبوا منه اصلا موجود عشانه، ويعتمدوا على الطاقه الايه؟ المتجدده. يعتمد بقى على الطاقه المتجدده زي طاقه الشمس، طاقه الرياح، الطاقه الكهرومائيه، كل دي طاقه متجدده عايزين نهتم بيها. معلومه اسرائيليه سيبك منها دلوقتي. تعالى بقى مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، ده اهم حته في الدرس. مصر كل منظمه منهم لها علاقه بيها. مصر بتدعم وتعزز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ازاي؟ قال لك على المستوى السياسي والامني. عملنا مذكره تفاهم في فبراير 22. المذكره دي بتقول ايه؟ التشاور السياسي بين مصر والامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي. ما تعملوش حاجه غير لما يبقى في تشاور سياسي بيني وبينكم عشان الجيش بتاعي يتحرك ويساعدكم. اثنين، على المستوى الاقتصادي كلنا شايفين ان في استثمارات خارجيه كبيره بتيجي مصر في المجالات المختلفه. يجوا يشتروا منطقه من عندنا او يأجروها مثلا او حق انتفاع ويقول لك احنا هنعمل قريه سياحيه، يعملوا مصنع، يبنوا مدرسه، ايا كان. فده استثمار عندنا فين؟ في مصر. الاتحاد الاوروبي، تعال ركز معايا بقى. نشأ ازاي؟ قال لك الاتحاد الاوروبي عشان يظهر بالشكل اللي احنا فيه ده قعد نص قرن، حوالي 50 سنه عشان يوصل للشكل اللي فيه ده. في دول اعضاء الاتحاد الاوروبي 27 دوله بعد ما خرجت بريطانيا منه. خلي بالك كان 28، بريطانيا خرجت بقى 27. تاني كان 6. بيعيش فيه نص مليار بني ادم مختلفين في اللغه والثقافه. ده دليل قوي ان هم اللغه والثقافه مش عائق ما بينهم. الاتحاد الاوروبي كل البني ادمين اللي فيه مختلفين في اللغه والثقافه. فتعالى نشوف الدول كده. اوروبا اهي. بص يا الخريطه مش صعبه، الخريطه عايزانا نفكر بس. انا هبداها منين؟ من هنا. اول ما اخش الدوله اللي هنا البرتغال. البرتغال اطلع منها الاقي اسبانيا اهو. البرتغال اسبانيا سهلين اهم. ادي البرتغال، ادي ايه؟ اسبانيا. اسهل اثنين اهم. اطلع منها الاقي فرنسا. يا سلام على السهوله. بص برتغال اسبانيا فرنسا. انزل هنا الاقي ايطاليا. احفظ، خليك ذكي، احفظ الحاجات اللي ممكن يجيبها لك في الامتحان. يبقى انا عندي برتغال سهل، اسبانيا سهل. مستر ما هو الحاجات الصغيره دي هيجيبها لي في الامتحان؟ لا مش عارف، مش هقول لك على دوله هنا مثلا، الخريطه بتبقى صغيره خالص، ده دي كده كبيره. فتعالى كده ركز بالراحه. برتغال اسبانيا فرنسا ايطاليا. بص بص الاربع دول سهلين قوي اهو. سهل، انا عرفت اربعه وانا واقف اهو. برتغال اسبانيا فرنسا ايطاليا. اليونان اهي لوحديها باين. بلغاريا رومانيا واضحين برضه. بص كده برتغال اسبانيا فرنسا ايطاليا. اليونان بلغاريا رومانيا. عيدهم كمان مره تاني. برتغال اسبانيا فرنسا ايطاليا. بص ايطاليا عامله زي كعب الجزمه هنا اهي. يعني بص انا بدات هنا، اول لما دخلت من الناحيه دي من على ايدي الشمال وانا داخل اهو لقيت البرتغال، جنبها على طول اسبانيا، طلعت شويه لقيت فرنسا، جيت تحت فرنسا هنا في الحته دي لقيت ايه؟ ايطاليا. ايطاليا كملت لتحت الناحيه دي الاقي اليونان بلغاريا رومانيا.
سيبك من الشله اللي جنب بعض دي، شله بنت جزمه مالناش دعوه بيها. كمل بقى الدايره بتاعتك لفوق. بولندا، المانيا، بص رومانيا، بولندا، المانيا، هولندا. حتى هولندا اصلا صغيره ممكن ما تبقاش بس سهله لي. هولندا وجنبها بلجيكا، طلعت هنا لقيت ايرلندا. انا عارف انها تقيله بس هي سهله. انت هتخش في دماغك انها صعبه، انت لو فكرت فيها بالراحه هتلاقيها سهله. انا ممكن احفظ الجزء ده سهل خالص اهو. برتغال، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، اليونان، بلغاريا، رومانيا. تاني، برتغال، اسبانيا كبيره خالص واضحه اهي، فرنسا، ايطاليا، يونان، بلغاريا، رومانيا. طلعت منها الاقي بولندا، المانيا، هولندا، بلجيكا اهي، اخر حاجه ايرلندا. انا اصلا شايف ان هو ممكن ما يجيبهاش خالص، بس لو جابها سهل كده كده يعني. هيجيب ايه؟ ما انت هتبقى عندك اوروبا واسيا، محتاج يسالك في كذا حاجه فيهم. هيسالك مثلا عن اكتر دوله بتنتج قمح، اكتر دوله بتنتج بقر، هتلاقي نفسك رايح ناحيه الصين. سال على تركيا، سال في دوله من دول سهلين مثلا. برتغال، اسبانيا، مصر، فرنسا، ايطاليا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، المانيا، بلجيكا، ايرلندا. احفظ اكتر من كده الباقي مش هيبان بقى. انا اسف. فنلندا والسويد دول باينين قوي هنا يعني، والدنمارك اهي باينه برضه. تاني، يبقى البرتغال، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، فنلندا والايه؟ والسويد، الدنمارك، المانيا، هولندا، ايرلندا. بالراحه كده، واقعد مشي ايدك عليهم بالراحه كده، هتلاقي نفسك حفظت الدول دي. الباقي مش مهم بقى، مش لازم تحفظ الباقي. طيب يا بس الاتحاد اللي فيه 27 دوله ده، اللي هو كان 28 وبريطانيا خرجت منه، اهدافه ايه؟ قال لك الاتحاد ده رقم واحد يوفر، الاتحاد ده عايز يوفر الحريه والامن والعداله والمساواه. كل دول الاعضاء في دول الاتحاد 27 دوله يبقى في حريه وامن وعداله ومساواه ما بيننا كلنا. اثنين، امن حدود الاتحاد الخارجيه، الحدود اللي بره دي انا مامنها، مفيش غريب يخش عليا. هنا مفيش حدود ما بيننا، لكن بره في حدود كويسه قوي، وخلي بالي بيني وبينهم. توفر حريه التنقل داخل دول الاتحاد، اتحرك براحتي جوه الاتحاد. احقق تنميه مستدامه، التنميه بتاعتي ما توقفش، تنميه مستدامه قائمه على اقتصاد متوازن واستقرار الاسعار داخل الاتحاد، السعر ما بيتغيرش على فترات طويله. اربعه، اساهم في تحقيق السلام والامن والتنميه المستدامه للارض. اخر حاجه، اقضي على الفقر واحمي حقوق الانسان واحترام المتبادل بين شعوب الايه؟ العالم، والكلام ده عليهم هم بس طبعا. دور الاتحاد الاوروبي في تحقيق الامن والسلامه والتنميه. قال لك عشان نحقق الامن والسلامه، الاتحاد الاوروبي ارسى مبدا السلام بعد الحرب العالميه الثانيه، بدليل اللي هو خد جائزه نوبل سنه 2012. هو اصلا اللي عامل الحرب العالميه الثانيه. طب خدها ليه؟ قال لك عشان جهوده في تعزيز السلام والديمقراطيه وحقوق الانسان في اوروبا وحول العالم. اي كلام ليهم يعني، اي حاجه بنطبل لهم خلاص. الاتحاد ده ليه بعثات عسكريه في مناطق الازمات حول العالم، اي مشكله بين اي دولتين هات قوه من الاتحاد تروح تقف هناك. فاللي يعتدي عليه يبقى كانه اعتدى على الاتحاد كله. التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. الاتحاد الاوروبي قوه اقتصاديه وتجاريه رائده على مستوى العالم. ركز، ده قوته الاقتصاديه كبيره جدا، سيبك من التعاون الخليجي، انما ده ليه قوه اقتصاديه مؤثره في العالم اصلا. عمل عمله اوروبيه موحده اللي هي اليورو، وبالتالي حققت وحده اقتصاديه بين اعضاء. كل دول الاتحاد بيتعامل باليورو بس، فانت لو في فرنسا او في ايطاليا او في المانيا بتتعامل بالعمله بتاعت اليورو، فده يحسسك انت في دوله واحده مش كذا دوله جنب بعض، فعملت وحده اقتصاديه بين اعضاء. وضح قال الاتحاد الاوروبي استراتيجيه الاوروبيه للطفل. الاطفال عندهم مهمين لان هم دول اللي هيقودوا في المستقبل، فقال لك احنا عايزين نضمن وصول الاطفال المحتاجين للتعليم والرعايه الصحيه والتغذيه والسكن الملائم. معاك فلوس معاكش فلوس هنوصل لك تعليم وسكن وحريه. انا اهتميت بالطفل، اديته تعليم كويس، صحته كويسه، السكن بتاعه ملائم، انا كده طلعت مواطن صحته كويسه ومتعلم هينتج لي كميات كبيره في المستقبل. وبيكافح العنف ضد مين؟ الاطفال او التنمر. الاتحاد الاوروبي عنده شعار بيقول لك ايه؟ متحدون في التنوع، التنوع بتاعهم في اللغه والثقافه، عشان يقول لك الاتحاد في التنوع رغم التنوع اللي فيه والاختلاف اللي في الثقافه واللغات. دول الاتحاد الاوروبي كلها ايه؟ متحده، عايز يقول لك ان احنا متعاونين رغم كل الاختلاف اللي بيننا. الاختلاف ده ميزه، لان انا عندي ثقافات كتير بتفيدني وعندي لغات كتير بتفيدني. مصر والاتحاد الاوروبي. قال لك في علاقه وثيقه تربط مصر والاتحاد الاوروبي، وعندنا سيسي منور لنا الصوره اهو، ياتي في مقدمتها اتفاقيه المشاركه المصريه الايه؟ الاوروبيه. اللي بتقول احنا عايزين نخفض الرسوم الجمركيه بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي على اي منتجات صناعيه وزراعيه. هتلاقي هناك في تعزيز تعاون في المجالين الامن والدفاع. اهمها بقى هتلاقي شراكتهما الاثنين في رئاسه المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب.
يبقى احنا والاتحاد الاوروبي كنا مشاركين في الرئاسه المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب، كده امن اهو ودفاع. يبقى انا عندي حاجه اقتصاديه اللي انا خفضت الجمارك في المنتجات الصناعيه والزراعيه، وده حاجه مهمه تخلي المنتجات تجي لي رخيصه. اثنين، شاركت في مكافحه الايه؟ الارهاب. شاركت في التعاون لمواجهه الجريمه المنظمه زي تهريب المهاجرين غير الشرعيين. بنحاول نوقف الهجره الغير شرعيه اللي هي بتهاجر من دول افريقيا لدول اوروبا. التعاون بالقوات البحريه الاوروبيه والقوات البحريه الايه؟ المصريه، عشان نمنع الهجره غير الشرعيه. اخر رابطه معايا رابطه دول جنوب شرق اسيا او السياد، دي اسهل على الخريطه شويه. عندي كانت 5 دول وبقت 10 دول، فيها حوالي 700 مليون بني ادم. بص هي سهله بقى. عندي ميانمار هنا اهي بدايتها، ودي على الخريطه الكبيره هبينها لك كمان شويه. يبقى ميانمار، بعد ميانمار بقى عندك تايلاند اهي، كمبوديا، لاوس. الاربعه جنب بعضهم، ميانمار، تايلاند، كمبوديا، لاوس. اللي جاي على الطرف هنا فيتنام. احنا في اسيا من الناحيه دي. لو احنا في اسيا هنا كده، احنا في الحته دي في جنوب شرق اسيا في الجزء ده. عارفين الجزر اللي هنا؟ انت عارف طبعا جزيره الفلبين سهله بالنسبه لك، واندونيسيا كمان انت عارفها من الترم الاولاني، الفلبين واندونيسيا. يبقى ماليزيا اهي، ركز ركز، فلبين، اندونيسيا، ماليزيا. لقيت هو بقى سايب ماليزيا كلها اللي هي الجزء ده وده، وسايب اندونيسيا هنا. بص اندونيسيا الجزر دي، وسايب الفلبين، ومش هقول لك على نقطه هنا، يبقى بروناي. ماشي، يبقى انا عندي الفلبين دي اندونيسيا، اللي هي اللون الاخضر ده اندونيسيا. بص عشان تبان لك اكتر نعملها تاني. بص ركز معايا كده، اللون ده اهو الاصفر ده اندونيسيا. الفلبين اهي، دول انت عارفهم من الترم الاولاني. ماليزيا حته من هنا وحته من هنا، يعني الجزيره بتاعت اندونيسيا حته منها هنا وهنا، دي بقت ماليزيا. بروني حته صغيره هنا اهي. تعالى بقى الجزء الناحيه دي، ميانمار، لاوس، كمبوديا، تايلاند، وفيتنام بره. دي اسهل بكتير من دول الاتحاد الاوروبي. اقعد بقى عيد كل الحته دي كل شويه لغايه ما تحفظها. فبيقول لي كانت 5 دول مؤسسين الاول، هم مين؟ اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافوره، تايلاند. طب دلوقتي قال لك انضم ليهم 5 كمان فبقوا 10 دول. مقرها فين؟ في بانكوك في تايلاند. دول الاعضاء دي تولت رئاسه الرابطه لمده عام واحد على التوالي. يبقى دول الاعضاء بتوع دول جنوب شرق اسيا كل واحده فيهم بتمسك الرئاسه بتاعت المنظمه دي سنه واحده بس، وبيمشوا ورا بعض بقى. يعني مره ماليزيا، بعديها فيتنام، بعديها مثلا تايلاند، ويمشوا مع بعض. اهداف رابطه دول جنوب شرق اسيا. الهدف من دول جنوب شرق اسيا دي ايه؟ قال لك واحد، احنا عايزين نسرع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنميه الثقافيه في المنطقه من طريق الجهود المشتركه ما بيننا. على فكره هم فعلا تقدموا جدا، طلعوا من الصفر ل 100 في ثانيه. اثنين، تعزيز السلام والتعاون في المجالات المختلفه بين الدول الاعضاء مع ضروره التعاون مع المنظمات الدوليه والاقليميه. يبقى هم هنا بيقول لك احنا لازم نتعاون مع كل المنظمات وبين الدول الاعضاء بتوعنا، احنا ما عندناش مشكله مع حد. طب عمل الرابطه ايه؟ قال لك بتنشر السلام وتحل النزاعات بطرق سلميه. احنا مش عايزين جيوش، احنا في حالنا كده ومالناش دعوه بحد. فتلاقيها اعلنت مثلا التزامها ان منطقه اسيان كلها ما فيهاش اسلحه نوويه. احنا مش عايزين نطور سلاح نووي ولا عايزين جيوش، احنا دول قايمه على الاقتصاد، اهتمامنا كله بالاقتصاد. اثنين، التصدي للجرائم الالكترونيه زي تهريب المخدرات والاتجار بالبشر. وبالتالي المنطقه دي عملت كمان تجاره حره بين اعضائها بيتم من خلالها الغاء كافه القيود الجمركيه. زيها زي اي منظمه، التجاره ما بيننا تجاره حره عشان نعزز التبادل ما بيننا، لان ده بيخلي في تبادل تجاري واستثماري كبير في المنطقه. عايزين نبني هويه اقليميه مشتركه ونرسخ الانتماء بين شعوبها ونعزز المواطنه الايه؟ العالميه. مصر مالها بقى ومال المنظمه دي؟ قال لك مصر ومنظمه اسيان عندهم علاقات اقتصاديه. مصر عندها صادرات وواردات كتير بين دول الرابطه. خلي بالك، دول الخليج العربي، دول اسيا، دول الاتحاد الاوروبي كلها لما يجي يقول لك مصر علاقه اقتصاديه يقول له احنا في بيننا صادرات وواردات. بس كمل. بس في الاتحاد الاوروبي قال لك ان احنا عاملين ايه؟ تخفيض الجمارك على من دول الايه؟ الاتحاد الاوروبي. هنا عملنا معاهده صداقه بين مصر ورابطه اسيا سنه 2016. عايزين نحسن الجوده الانتاجيه في مصر في مجالات الصناعه المشهوره في دول الرابطه، زي مثلا مجال الزراعه السمكي. شايفين الاسماك عندنا عماله ترخص طبعا، الكلام ده اشتغلنا يعني. في الاف من الطلاب بقى، دي حته مهمه، الوافدين دي ما خدناهاش فوق، بيجوا من رابطه اسيا يدرسوا في الازهر. عندهم مسلمين كتير بيجوا عندنا الازهر عشان ايه؟ يدرسوا. بكره ان شاء الله السبت والحد احنا هنراجع على الدرس ده تاني، هنراجع عليه تاني، وهنمتحن على السياحه. ركز معايا في كده.
احنا كده يعتبر ايه؟ خلصنا. اشوفكم على خير بقى الاسبوع ده.